واش عادي واحد يطلب مستشفى يلقى راسو في الحبس؟ واش مواطن كيقول بغي الطريق وجامعة كيتهموه بالانفصال؟ واش هذه عدالة ولا تصفية حسابات مع الشعب؟ السلام عليكم. راك الريف ما كانش مجرد احتجاج، كان مرآة عاكسة للهوة الكبير بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي. مطالب ديال الحراك واضحة: مستشفيات المرضى السرطان اللي كيموتوا بلا علاج، طرقات كتربط القرى المنسية، وجامعات تحمي شباب المنطقة من الهجرة والبطالة. ولكن شنو وقع؟ الدولة جاوبات بمقاربة أمنية: اعتقالات، محاكمات قاسية، وتخوين. ناصر الزفزافي ولا رمز، ثمن الرمزية كان قاسي: سنوات من السجن، وأب ديالو كيمرض بالسرطان ناضل بآخر أنفاسه باش ولدو يخرج، حتى خطفو الموت قبل ما يشوف العدالة. هنا كيبان التناقض الكبير، في دولة كتقول أنها ديمقراطية وحقوقية، كيفاش اللي كيطلب حقه في الصحة والتعليم كيولي مجرم، واللي كيسرق الملايير كيتكرم وكيترقى. الحقيقة المرة أن الحراك ما كانش جريمة. الجريمة الحقيقية هي التهميش، هي غياب العدالة الاجتماعية، هي قتل الأمل في المواطن. الريف مجرد مثال، ولكن هذه الأزمة معممة على جهات كثيرة في المغرب. وما تنساش تبارطاجي الحلقة وتفاعل مع الفيديو وتابونا في لاشين باش تدعمنا نستمروا في هذا المحتوى الهادف. السلام عليكم.